السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام رميساء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اخواتي. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم كلاص ماكفلوري بحال اللي كيتباع في ماكدو، يعني بحالو تماما. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ولا عجبتكم ما تنساوش تدعموني باشتراككم في القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء. ونبداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجو واحد العلبه ديال لا كريم شونتي. هاد لا كريم هادي بالنسبه ديال الفاني غنحتاجو جوج حكاك صغار ديال بوريسيما اولا علبه كبيره. الحليب مركز غير المحلى، ما نحتاجو جوج صغار اولا وحده كبيره. غنحتاجو 60 غرام ديال الحليب بودره، خديت داك الساشي ديال 60 غرام. نحتاجو 100 غرام ديال السكر كلاصي وربع لتر ديال الحليب. هذه هي المكونات، وندوزو على بركه الله للطريقه. اول حاجه غادي ناخذ هاد جوج حكاك ديال بوريسيما، غادي نديرهم يكونوا باردين مزيان. انا خليتهم شي جوج سوايع تقريبا في المجمد اولا ساعه ونص، يعني يكونوا باردين مزيان. ونضيف لهم 60 غرام ديال الحليب، هذا الحليب بودره، و100 غرام ديال السكر كلاصي. ودابا غادي نطرب هاد المكونات مزيان. هي العناصر هذه ديالنا من بعد ما طربناها وانسجمت مع بعضياتها. دابا غادي ندوزو باش نطربوا الكريمه ديالنا تاني بوحدها. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي ندير فيه ديك البودره ديال الشونتي، وغنضيف لها الحليب 4 لتر ديال الحليب اللي يكون بارد، وغادا نطلع الكريمه ديالي. ها هي الكريمه ديالي من بعد ما طلعتها. دابا غادي نضيف لها ديك العناصر، داك الحليب بوريسيما ونيدو والسكر، غنضيفوهم لهاد الخليط هذا الكريمه ديالنا، وغادي نطربو تاني. من بعد ما انسجمت لي العناصر مع بعضياتها، غادي ندير هذا الخليط هذا ديالي، هذا الكلاص في المجمد مده من ساعه حتى لساعتين. يعني ما غاديش نخليه حتى يجمد بزاف، غير شويه. كما كتعرفوا ماكفلوري ما كيجيش جامد بزاف، ما كيكونش جامد بزاف. صافي غادي نخليه تقريبا ساعتين في المجمد، وغادي نقدموه في الكؤوس ديالنا ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالو. ها هو الكلاص ديالنا، كيجي الشكل ديالو كريمي، يعني بحال اللي كيتباع في المطاعم، ما كيجيش مثلج بزاف. كنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، وبسلامه عليكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.